اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة توب 5. واللي اول مرة يشوفنا، قناتنا قناة متخصصة في ترشيحات الافلام. اشترك فيها مش هتندم، لاننا بنحاول نجيب لك افلام حلوة ومش مشهورة وفي الغالب ما شفتهاش قبل كده. النهاردة بقى جايب لكم افضل 5 افلام لكل الناس اللي بتحب الكلاب. حتى الناس اللي ما بتحبش الكلاب او بتخاف منها زيي، بعد الافلام دي هتحبها جدا، لدرجة هتخليك عايز تحضن الكلب اللي ماشي في الشارع وتاخده معاك البيت. بس طبعا انا ما انصحش بالكلام ده، لان لما مامتك شافت الكلب معاك وانت داخل البيت هباتك انت وهو في الشارع. والمميز في افلامنا النهارده انها افلام عائليه، تقييماتها عاليه، تقدر تقضي وقت ممتع جدا مع اسرتك وانت بتتفرج عليها. ويلا بينا نبدا. الفيلم ده من انتاج 2022 من بطولة جرانت جيستن، بطل فيلم ذا فلاش. الفيلم بيحكي عن قصة حقيقية لشرطي اسمه دانيال، بيحاول يترقى في الشغل، بس للأسف ثقته في نفسه ضعيفة قوي، وده مخلي كمان قدراته قليلة. لحد ما في يوم دانيال قرر انه يتبنى كلب بوليسي، بس بسبب ظروفه المادية اللي مكانتش أحسن حاجة ملقاش قدامه غير روبي، كلبة يتيمة عدوانية راحت قبل كده ل6 أسر. كل مرة كانت بتروح كانت بترجع تاني الملجأ، نتيجة إنها عدوانية وما بتقدرش تتأقلم مع الأسر دي. بس إيه اللي هيخلي بعد كده روبي دي أشهر كلب بوليسي ويتعمل فيلم باسمها؟ ده اللي هنعرفه في أحداث الفيلم. فيلم من إنتاج 2019. أحداث الفيلم ده متاخدة من رواية ليها نفس اسم الفيلم. الفيلم بيحكي عن الكلب بيلي اللي وعد صاحبه جاك إنه هيحافظ على حفيدته سي جي، وليه شاك وصاه على سي جي، وهل هيقدر بيلي يحافظ على الوصية دي وينفذها؟ ده اللي هنعرفه في أحداث الفيلم. فيلم دراما عائلي لايت حلو قوي، هتقضي معاه وقت ممتع جدا وتتفرج عليه. ايه اللي هيحصل لو شفت الحياة من نظرة أعز حد ليك؟ ده اللي هتشوفه في فيلم النهاردة. لكن أعز حد للبطل داني هو كلب أونزو، اللي اشتراه عشان يلاقي حد يقعد معاه في البيت، لأنه كان بيقضي معظم الوقت لوحده. بس ازاي هيعرف انه أعز حد ليه، وانه بسببه هياخد قرارات هتغير كل حياته؟ ده اللي هتشوفه في أحداث الفيلم. فيلم دراما رومانسي جميل جدا، تحس ان هو 3 أفلام في بعض. فيلم دراما رومانسي، جزء كبير منه عن الكلاب، جزء سباق سيارات. فيلم حلو قوي بجد، واحداثه ممتعه جدا. بس انصحك قبل ما تتفرج عليه جهز جنبك مناديل، لانه مليان عياط. لو عملت سيرش او سألت اي حد ايه احسن فيلم بيتكلم عن الكلاب، هيكون هو الفيلم ده. الفيلم ده متاخد من احداث حقيقيه، بيحكي عن البروفيسور باركر ويلسون اللي بيلاقي كلب صغير في محطه القطر وهو راجع من شغله، بياخده معاه البيت وقرر يسميه هاتشي. وبعد فترة بيتعلق بيه جدا وبيكون أعز صديق ليه، وبتبدأ مراته وبنته كمان بيغيروا منه. بس يا ترى ايه اللي هيخلي هاتشي ده أشهر كلب في العالم ويتعمل له كمان تمثال في بلده؟ ده اللي هتعرفه في نهاية الفيلم. فيلم قصة حلوة جدا، أحداثه حلوة جدا، وممتع جدا. هو في المركز الأول رغم من تقييمه مش أعلى من هاتشي اللي احنا اخترناه في المركز التاني. بس الفيلم ده حلو قوي. الفيلم ده بيحكي عن قصة حقيقية في العشرينات لكلب اسمه توجو، كلب هاسكي مشاغب. قدر في فترة صغيرة قوي يلفت انتباه صاحبه ليه، وقدر بعد فترة صغيرة ان هو يقدر يكون قائد الزلاجة الجليدية. الزلاجة الجليدية دي اللي هي العربيات اللي كانوا زمان بينقلوا بيها الحاجات بين البلاد، وكان بيجرها كلاب. الكلب ده هيحببك قوي قوي في الكلاب الهاسكي، لانه قدر ينقذ مدينة كاملة. بس الفيلم ده دراما عالي قوي، احداثه حلوة قوي، ومش هحرق احداثه، بس لو فعلا هو يستحق يكون رقم 1 ياريت تكتبوا لنا في الكومنتات. الفيلم ده انا برشحه بشدة، والفيلم ده كان ترشيح واحد من اعز اصحابي اللي بعد كده خلاني اخد رأيه في كل الافلام. لو حلقة النهاردة عجبتكم ياريت تكتبوا لنا رأيكم في الكومنتات، ولو اول مرة ليك في القناة ياريت تشترك في القناة، مش هتندم ابدا. خلص الكلام، سلام.